في البداية شركة هوندا كانت سابقة الجميع بمراحل. طبعا في سؤال بيجي ببال الكل بالفترة هاي انه كيف كانوا زمان يتنقلوا بدون جوجل مابس بدون الخرائط وهالقصص كلها. والمشكلة الغريبة انه هذول التطبيقات بس ظهروا بالعشر سنوات الماضيين بس. طبعا تطبيقات من 10 سنين تسوت وبلشوا يستخدموها الناس، بس هي الافكار موجودة من 40 سنة، ومن اصحاب هاي الافكار اللي شركة هوندا. بال 81 شركة هوندا عملت جهاز ملاحة موجود بالسيارة يفرقش كثير عن برنامج جوجل مابس، يعني تقريبا نفس المبدأ والفكرة. فكان وقتها الموضوع كثير جديد لما نزلوا سيارتهم الأكوردا، وكان سعرها كثير غالي، يعني 3000 دولار بس على يعني شاشه صغيره بحطوا لك اياها بتوديك على المكان اللي بدك اياه. وصحيح قليل كثير انه الناس اللي اشتروها، بس يعني بوقتها كانت كثير فكره جديده وكل الناس صار بدها تجربها، وكان عندهم كثير افكار ثوريه بهذيك الفتره وبدهم يشتغلوا فيها، فكانتش بس الفكره مقتصره على موضوع جوجل مابس. وبشكل عام شركه هوندا اذا ما كان عندها فريق تطوير الموجود عندهم كان قبل، كان ما صارت هوندا بالفتره الحاليه من اقوى شركات السيارات الموجوده. وكان اخذتها بس تشتغل بس دراجات ناريه. فهذا رح نحكي عنه بحلقه اليوم. لايك سبسكرايب شير. الاخير خلينا نحكي عن الموضوع اكثر. في البدايه لما نحكي شركه هوندا بنحكي انه السياره الاكثر متانه واللي بتضلها مع الناس اكثر بدون ما يصير فيها اي مشاكل. في البدايه بنقدر نحكي انه 75% من السيارات انباعت بين 88 بين 2012، وما بين 88 و 2012 السيارات كانت شغاله وبتنباع، وليومك هذا كمان بيبيعوا هاي السيارات. يعني بالاردن كثير مشهوره سيارات الهوندا، وسيارات هونداي كمان من اكثر الشركات هذول يعني بتحملوا كانوا زمان. وبشكل عام يعني سيارات من اكثر السيارات المعمره ما بصيرش فيها اي شيء، والناس كانت تقعد فتره طويله تبدلها. كمان هوندا من اكثر الشركات بتصنع موتورات، مش بس موتورات سياره، موتورات عاديه، انواع كثير موتورات. يعني بالسنه الواحده تقريبا بتصنع 20 مليون محرك او موتور. ويعني بشكل عام من 59 2019 صنعوا 400 مليون دراجة نارية أكيد. فبشكل عام من أكثر الشركات أو أكثر شركة بالعالم بتصنع دراجات نارية. والسنة الماضية صنعت مبيعات 129 مليار دولار، وبتحتل المركز السابع في بيع السيارات في العالم. عندها 89 مصنع في 33 دولة، وعندها أكثر من 200 ألف موظف على حول العالم كامل. الأساسوها اسمه تسوتشورو هوندا، والثاني اسمه تاكو. ب 57 قعدوا الاثنين مع بعض وبلشوا يفكروا عشان يعملوا شركة هوندا. فبشكل عام يعني كانوا ببالهم يقعدوا 15 سنة ويتقاعدوا، بس يعني اشتغلوا الشركة طلعوا فلوس وتقاعدوا، ويقدموا قد ما يقدروا الشركه عشان حتى اي حد يستلمها في المستقبل تكون يعني شركه متطوره، واذا كان فيها طفرات هندسيه تصير شغله كثير ممتازه. زي ما حكيت لكم هوندا كانت شغاله بس على الدراجات الناريه، فالاثنين بلشوا يفكروا مع بعض عشان يعملوا شيء جديد اللي هو السيارات. طيب العقل الهندسي اذا تقاعد راح توقع الشركه كلها، فاجى الثاني اللي هو فوجيساوا لو طوكيو فكر مع حاله، فاتفقوا مع بعض عشان يعملوا قسم اسمه قسم البحث والتطوير. هلا هم بده يعملوا شيء جديد، فيعني بشكل عام كان كل شركات تصنيع السيارات والموتورات في الوقت ذاك كان يعني الفكره بالموضوع انه في قسم البحث والتطوير بس له حدود معينه وما بيكون كثير قوي. كان بشكل عام يشوف الباقي الشركات اللي كان عندهم قسم البحث والتطوير يحاولوا يشدوا عليهم عشان يطلعوا افكار بسرعه، يعني بدهم هسه فكره بدهم يشتغلوا عليها كلهم ويطلعوها بشكل جدا سريع. فكانت الفكره انه يعني لما تيجي تقيد هذا القسم انت قاعد تقتل الافكار اللي عندهم، فبتخليهم يشتغلوا شيء من عندهم، فيكون شيء بس حسب انت شو بدك. فكان بشكل عام الشركات تقبل الموضوع، الاشياء الثوريه راح تطلع بعد فتره كثير طويله، فاذا كان عندهم يعني امور المصاري تمام وما عندهم اي مشكله في الشركه بقولوا ماشي بنجرب. اذا ما عندهم مش هاي الفكره يعني لازم يحطوا شيء يكون بوقتها يكون يعني عصري وهاي الامور كلها ويشتغلوا فيها. فوقتها كانوا محتاجين يعني افكار تكون بوقتها عصريه ويشتغلوا فيها وناس تشتريها في الوقت ذاك، مش افكار بدهم يشتغلوا فيها لوقت يعني جدا طويل بس بيطلعوا مصاري اكثر، فكانوا محتاجين لفلوس في الوقت ذاك. فوجيساوا كان شايف هذا الشيء باقي الشركات فحاول يتجنب هذا الشيء. اجى وقتها عمل مبنى للاداره لحال مبنى لاداره البحث والتطوير، وبشكل عام كان في مدير لهذا ومدير لهذا ولا واحد له دخل في بعضه. كان شركه هوندا الرئيسيه بتصنيع السيارات والاداره اللي فيها ما بتقدرش تدخل في الاداره الثانيه، لانهم الشركتين تابعين لبعض بس هذه الاداره مش مربوطه بهي الاداره، فاذا كان يشتغلوا شيء على المدى القريب او البعيد ما حدش له دخل. بشكل عام فكره شركه هوندا كانت في البدايه انه يشتغلوا باشياء عصريه وجديده وما حد عملها من قبل باقي شركات السيارات، زي ما باقي الشركات الحاليه بتشتغل في موضوع الاشياء الالكترونيه والسيارات الكهرباء وهي الامور كلها. فالفكره بالموضوع بشكل عام انه لازم الواحد يفكر في امور عصريه لسه ما حدش اشتغل فيها عشان يوصل لمرحله يعني جدا قويه ويقدر يوصل للشركه تبعته لارباح جدا كبيره. فواحد يكون عنده شركه سيارات بين كل شركات السيارات اللي موجوده ويعمل فكره يعني مبتكره غير عن باقي الشركات، هذا الشيء اللي بيفيد البزنس اللي عنده. حتى لو كان مش موضوع السيارات اي بزنس ثاني يعمل فكره يعني بشكل عام تكون غير عن باقي هاي الافكار كلها. ان شاء الله حلقه اليوم عجبتكم. لايك سبسكرايب شير ودون تاخير بالسبت.